السلام عليكم. وبما ان النسواسه معروف عليهم كيصرعوا الطويجنات، داكشي علاش اليوم جبت لكم طاجين سوسي على حقه وطريقه، كيجي معسل ولذيذ ما تشبعوش منه. في واحد لوبول كندير كميه ديال القزبر ومعدنوس، واحد 3 دروسات ديال الثومه مهروسين، كنضيف هنايا التوابل غنخليهم لكم مكتوبين اسفل الفيديو، واحد دامتي زعفران وربع كاس ديال الماء. بالنسبه لهاد الطويجين هذا ما غاديش نضيفوا ليه الماء نهائيا، من بعد كنكتفيو فقط بهاد ربع كاس ديال الماء باش نخلطوا به الشرموله ديالنا. هنايا كناخذ اللحيمات، انا خديت الملج كنحاول نشرملهم مزيان كيف كتشوفوا، كندخلوا فيهم داك الشرموله وكنخليوهم على جنب. كناخذ كميه معقوله ديال البصله، هنا كناخذ البصله ديالي اللي قطعتها على شكل طولي وكتكون رقيقه كيف كتشوفوا، كنحاول نشرملها مزيان بداك الشرموله اللي بقات ليا. كناخذ هنا الطويجين كندير نص ديال البصله كيف كتشوفوا، كنستفها على هذا الشكل، كنستف اللحيمات اللي شرملنا وكندير داك البصله اللي بقات ليا من الفوق، كندير خطيات ديال زيت الزيتون وكندير الطاجين ديالي فوق النار اللي تكون مهيله باش يجيكم الطاجين ديالكم معسل وبنين وما تحتاجوش نهائيا تضيفوا ليه الماء. ضروري العافيه كتكون مهيله. ها نتوما كيف كتشوفوا ما ضفت نهائيا الماء، داك البصيله اللي كتطلق الماء ديالها. هنا انا غنديرو بالبرقوق، ضفت هنايا البرقوق خليته حتى طاب، عاد كنضيف ليه القرفه والعسل وكنخليه حتى كيتعسل على خاطرو، وكندوز الطاجين ديالي من بعد ما طاب وتعسل كيف كتشوفوا ما شاء الله كيجي واقف المريقه ديالو. وهنا من بعد ما تعسل البرقوق كنزين به الطاجين ديالي، درت ليه شويه ديال الزنجلان الابيض من الفوق ودرت هكا في الوسط اللوز اللي محمر، وكنقدموا الطاجين ديالنا بالصحه والراحه كيجي واعر بزاف.